السوق الموريتانية كتعتمد على المغرب لتغطية نسبة كتفوت 80% من حاجياتها في بعض المواد الفلاحية الحيوية كالخضر والفواكه. واش في راسك مؤخرا ولات الخضره المغربيه اللي كتوصل لموريتانيا كتهرب نحو الجزائر في واحد التطور مثير كيتعلق بالامن الغذائي والتجاره الاقليميه؟ كشفت تقارير حصريه على واحد البيزنس موازي قلب الموازين في موريتانيا وخلق ازمه كبيره. فشنو اطرى بالضبط؟ الخضره المغربيه وخصوصا البصله والبطاطا اللي كتمشي عبر معبر الكركارات باش تمون السوق الموريتانيا وتسد حاجيات المواطنين تما، ولات كتحول الوجهه ديالها بقدره قادر وبشكل غير قانوني نحو الاسواق الجزائريه، عوض ما تبقى في موريتانيا كيف ما هو منصوص عليه في العقود التجاريه. كيفاش طرا هذا الشيء؟ القضيه وما فيها اسيادنا هو ان بعض السماسره وشبكات التهريب طاحوا على واحد التخريجه وهي استغلوا فرق الاسعار الكبير والخصص اللي كاين. اش وليو كيديروا؟ كيدخلوا السلعه من المغرب للتراب الموريتاني بشكل قانوني وموثق، ولكن بمجرد ما كتوصل كتدخل هاد الشبكات على الخط وكيعاودوا يوجهوها ويهربوها للجزائر باش يضربوا ربح خيالي وسريع. والغريب هو الطلب الكبير على هاد الخضره من طرف التجار الجزائريين اللي كيشروها بثمن طالع. هذا التلاعب خلى السوق الموريتانيه كتعاني من نقص في المواد الاساسيه والاسعار بدات كتشعل على الموريتانيين. ولكن السلطات الموريتانيه عقب القلب وشافت باللي امنها الغذائي في خطر، وهما يزيروا الصمت بشكل غير مسبوق وفرضوا اجراءات امنيه وجمركيه مشدده في المعابر ديالها مع الجزائر باش يضمنوا باللي اي حبه الخضره دخلت من المغرب غتبقى وتستهلك داخل التراب الموريتاني وما غتمشي لحتى شي جهه اخرى.